السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الرز اللي هو حشوات الطيور، الحمام والطيور البلدي، البط، حمام الكذاب. هينفعكم جدا في الحشوات، طعمه حلو جدا. تقدروا كمان تعملوه وتسووه تسوية كاملة زي الرز العادي وتقدموه جنب الأكل. عندي هنا حلة على النار، بحط فيها معلقتين كبار حلوين من السمنة. أول ما يسيحوا معانا بنزل عليهم ببصلة مفرومة ناعم مع قرن فلفل أخضر، طبعا الفلفل هنا بارد، ونص معلقة صغيرة من الملح، وأقلب تقليب مستمر لحد ما تاخد لون ذهبي وتدبل معايا بالشكل ده. وهنا الملح بيساعد انها ما تتحرقش معايا وما تاخدش معايا وقت. بعدين بنزل بقى بالقوانص اللي نقعتها كويس وشطفتها وصفيتها من المية، تقليب كده مستمر 5 دقايق. وبعدين بنزل بالكبدة. التقطيع هنا انا عاملاها مربعات كبيرة علشان تبقى باينة في الرز. تقدروا كمان تضيفوا معاه لحمة مفرومة، بس اللحمة هتكون الفرم بتاعها خشن، بتدي طعم حلو جدا للرز. بعدين نزلت كده بقرن فلفل حامي، وهنا انا ما قطعتوش علشان الرز ما يبقاش سبايسي. نزلت بقى هنا بالبهارات، ورق لورا، ربع معلقة من القرفة، نص معلقة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وقلبتهم كده مع الرز. الرز هنا ربع كيلو قصاد ربع كيلو من الكبد والقوانص. قلبتهم كده لحد ما الرز يتغلف كويس بالسمنة، حوالي 5 دقايق تقليب مستمر علشان كمان يطلع معايا مفلفل. نزلت بمكعب ماجي، وده اختياري، لو عندكم شوربة تقدروا تستغنوا عنه. بعدين نزلت ب3 معالق كبار من الزبيب، تقدروا تضيفوا معاه كمان فول سوداني أو كاجو. ونزلت بمقدار الشوربة، أنا هنا حطيت مقدار الشوربة لتسوية الرز تسوية كاملة لأن هقدمه جنب الأكل. فطبعا لو حابين لو هتحشوا بيه الطيور تحطوا نص مقدار الشوربة ده وتسووه نص سوا، علشان طبعا هيتسوى سوا كامل مع الطيور في السلق. وده شكله بعد ما بنقدمه. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، احنا بنحب على طول نعمله لان ولادي بيحبوه جدا، فبحب اعمله جنب الاكل كده على طول. لو وصلتوا معايا لحد هنا بفكركم باللايك والمتابعة. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.